تابعت الفاسدين من خلال سيد رئيس الوزراء وضرب بيد من حديد 10,000 دينار بيد من حديد على الفساد والمفسدين. السيد الأستاذ علي الزيدي المحترم. احنا نطالب السيد علي الزيدي باجراء اجراءات سريعه لانه هم ماشيين باجراءاتهم. السيد علي الزيدي احنا نناشدك اهالي منطقه القادسيه بان تتخذ اجراء سريع. محلة 606 تفاجئنا انه قبل فتره قالوا هذه المنطقه التشجير كلها توزعت قطع سكنيه وتوزعت سندات، وهذه منطقه تشجير يعني بالقانون مسموح ما مسموح اي شخص يبني عليها يعني دور سكنيه. قرار 320 واضح وصريح. من خلالكم الناشد رئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء، هي قبل فترة تحرك الموضوع يعني بال 2015 تحرك الموضوع واللغى توقف، بس هسه تفاجئنا بهالفترة هذه، بهاي الفترة تفاجئنا انه يعني الموضوع مرة اخرى انثار وتوزعت اراضي سكنية. هذه منطقة تشجير بهاي المكان، وايضا منطقة تشجير هناك، وبعد اكو منطقة اخرى 3 مناطق. نعم انباعت كلها توزعت وانباعت كسندات. 10,000 دينار. احنا اهالي القادسية محلة 606 زقاق 56 جونا جماعة قبل كم يوم وجايبين معاهم سندات يدعون انه هذه المناطق اللي احنا مشجريها وتعبنا عليها ونظفناها وعملناها حدائق وكلش كانت يعني لطيفة ومرتبة ومنطقة راقية بها النخب، احنا اساتذة جامعة، اطباء وضباط ورجال اعمال ومهندسين، وسوينا في التشجير حلو لطيف وحافظنا على المنطقة بنظافتها وترتيبها، وجو اشخاص مجهولين يدعون معاهم سندات تحمل قبلها يفترون يعني بالمنطقة. قبل فترة افتروا سيارات مدنية يحملون سندات. نعم يقولون اكو بيوت هنا للبيع، قلت له اي بيت ماكو للبيع. نعم. لانه انا اعرفهم كلهم علاقتنا جواري. سنداتهم 200 متر تحمل يعني معاهم. سالناهم من اشتريتوا؟ ما جاوبونا وفلشوا بدأوا يبدون يفلشون الحدائق مالتنا التشجير. احنا كل واحد صار له 15 سنة و20 سنة حافظنا عليها، ومنطقة آمنة، منطقة مالت نخب، يعني احنا جماعة معروفة وناس طيبين بالمنطقة وما نعرف هذول الاشخاص منو. سيد علي الزيدي احنا نناشدك اهالي منطقة القادسية بان تتخذ اجراء سريع، وانت ضربت على الفاسدين بيد من حديد من يوم التزمت الحكومة لحد اليوم، وهم ما زالوا سريعين بالتنفيذ يعني، وسياراتهم والشفلات موجودة ولا همهم أي شيء، ويباشرون بالأمور وفلشوا كل المنطقة. فيعني نترجاك رجاء أخوي، رجاء ايش تعتبره بأنه أنت المسؤول عن هذا الموضوع وأنت الرجل الأول بالدولة. احنا لاحظنا هاي الفترة الأخيرة لأنه متابعة الفاسدين من خلال سيد رئيس الوزراء وضرب بيد من حديد، فبدت انه شلون كأنه يستعجلون. فهاي شيء يعني اتصوره من حقنا او من حق اي مواطن يبدي يتابع هاي الشغله ويبلغ بيها الحكومه السابقه. فاحنا يا اخي واعتبرنا اخوه واعتبرنا انه من هذا البلد مواطنين، يعني حاول انه نترجاك كرجاء، يعني هاي المنفس الوحيد اللي المنطقه يعني من تشجير الى مناطق يحولها سكنيه وعشوائيه يعني مثل العشوائيه. والله احنا تفاجئنا بصراحه، يعني من قالوا اكو اراضي قاعد تعطى بزمن السيده ولايته، فجينا تفاجئنا انه بكري الاراضي، وتفاجئنا انه بدت مساحات تستغل. يقولون عندنا سند ومن حقنا انه نفلش ونبني. تفاجئنا ومن ضمن واحد من هذول اللي حصلت عليه انه روانيه هذا السند مذكور، هذا موجود انه هو عنده سند حديث بهاي القاع اللي تفلشت من غير الاراضي اللي هي هاي هسه انا حاليا منطقه التشجير، وهاي محرمات يعني هو اساسا تشجير وبيها انبوب مال نفط وبيها انبوب مال مي. زين، وهاي الخارطه القديمه هاي تشوفها، هاي من ضمن 2015، هي 2015 ما بها هذا الشيء. في هذا الموضوع بخصوص هذا الموضوع نشيركم إلى قرار مجلس الوزراء الموقر المرقم 320 في عام 22، والجلسة المنعقدة في عام 23 جلسة في 21/2/23
اللي وضحت هاي التوزيع تخصيص الأراضي أو تغيير جنس العقار من أرض زراعية إلى أرض سكنية. الجلسة وضحت وفسرت مضمون القرار الأعلى. الجلسة استثنت في إحدى فقراتها، استثنت ومنعت تخصيص الأراضي الخضراء والمحرمات من توزيعها كأراضي سكنية. وهذا اللي حدث صار في فترة ولاية حكومة تصريف الأعمال وفق الدستور العراقي يمنع لحكومة تصريف الأعمال من توزيع الأراضي لكبار المسؤولين. يقتصر عمل حكومة تصريف الأعمال على تسيير أعمال الدولة والخطة التشغيلية وصرف الرواتب للموظفين. هذا اختصار عمل ولاية تصريف الأعمال. هنا اللي صار يبدو والله أعلم أنه الموضوع بشبهة فساد. اتجهوا بعض الدوائر أو استغلت النفوذ الشخصي لها في الدولة، غيروا مستغلين قرار رئيس الوزراء، استغلوا هذا الموضوع، غيروا جنس الأرض المحرمات والأراضي المشجرة إلى أراضي سكنية بيد من حديد على الفساد والمفسدين. السيد الأستاذ علي الزيدي المحترم، احنا نريد من عند الآن أن يتدخل بهذا الموضوع، وهو صاحب القرار الأعلى في الدولة إلى الولاية الآن، يصدر أمر ولائي بإيقاف الإجراءات في تهديم هذه المناطق الخضراء والمحرمات وإعادتها إلى ما كانت عليه، ومحاسبة إذا كان هناك شبهة فساد فمحاسبة المفسدين للتلاعب بخرائط التصميم الأساسي. العفو، هذا خط الناقل صوبيا بغداد من الجادرية للرضوانية، هذا قطرة 1800 وهذا قطرة 1600. هذني القطرين هذني الأنبوبيين بين المحرمات، قطر كل محرم بيها إلا 6 مترات. فهاي توزيعة الأراضي هاي ضمن المحرمات الأنبوب، زائدا أنه كان عندنا أنبوب النفط الناقل اللي هي ونقود الطائرات، كان محرم مالته 75 بال 2014 75 مثبت بالاوراق اللي عندكم. بال 2016 غيروا المحرم، سووه من 75 ل 18 قلصوه، فصارت التوزيعه مباحه.